طيب، اوعدك ان الفيديو مش كليك بيت علشان فعلا ابل ضيعت الايفون 16 برو ماكس بتاعي. خليني احكي لك من الاول القصه مشيت ازاي. النهارده يوم 13 سبتمبر، ميعاد البري اوردر بتاع الايفون الجديد. ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله احنا لحقنا وحجزت الايفون 16 بلس وال 16 برو ماكس. وهنستلم 16 بلس اول يوم وال 16 برو ماكس بعديه بكام يوم. في اول اسبوع يعني كله، فالحمد لله. وديت سكرين شوت اهيت من تاكيد الحجز. ال 16 بلس اللي فوق المفروض يوصل اول يوم ده بتاعي، وال 16 برو ماكس اللي في الاخر برضه اللي هو بين يوم 25 ليوم 30. ده معناه ان هو هيتاخر حوالي اسبوع شويه، بس مفيش مشاكل. هنعرف نجرب برضه الكاميرا بوتون الجديد اللي موجود في النسخ العاديه السنه دي كمان. فانا بصراحه متحمس جدا عشان استلم الموبايلات ديت وابتدي اجربها. زي ما انت شايف كده انا بنقل استوديو جديد. الاستوديو لسه بجهز فيه واتجوزت، فانا الفتره دي كنت مشغول جدا وما قدرتش اعمل بري اوردر للايفون بنفسي، او ما قدرتش اسافر كمان الامارات. عشان كده طلبت من هواري ان هو يجيبوا لي يوم 13 سبتمبر تقريبا. اليوم اللي اتفتح فيه البري اوردر. طلبنا الايفون 16 بلس والايفون 16 برو ماكس ليا، ومواعيد التسليم زي ما باينه قدامكم. 16 بلس هيتسلم اول يوم تسليمات حرفيا، هكون واحد من اول الناس اللي في العالم اللي تمسكه، ودي حاجه فرحتني جدا. ال 16 برو ماكس بتاعي هيتاخر شويه، هيوصل ما بين يوم 25 ل 30 سبتمبر، ودي كانت مشكله. ابتديت ادور على حد هينزل بالايفون، لان هواري النازل من الامارات يوم 24 سبتمبر. ده معناه ان هو هيعرف يجيب لي ال 16 بلس بتاعي، بس مش هيلحق البرو ماكس. راجع من بره، هو استلمت الايفون 16 بلس في الوقت بتاعه المظبوط. بصراحه متحمس جدا ان انا اشوف اللون الجديد السنه اللي فاتت كانت الالوان باهته قوي، كانت عجباني وهي باهته، بس اللون المتشبع عامل ضجه كبيره جدا، سواء البينك او الازرق. متحمس ان انا اشوف الكاميرا بوتون الجديد عشان الاراء عليه مختلفه جدا، ومتحمس قوي ان انا اجرب الفوتوغرافيك ستايلز. لسه المفروض حوالي اسبوع تقريبا عشان يوصل لي ال 16 برو ماكس اللي انا هستعمله استعمال شخصي بعد كده، بس لحد ما يوصل لي فانا هستعمل ال 16 بلس علشان نجربه الاسبوع تجربه مفصله. استلمت 16 بلس يوم 24 في القاهره هنا، ونزلت لكم بوست ساعتها على طول اول لما جربته. وجهاز عندي تعليقات كتيره جدا عليه، هنقعد ندردش عليها في فيديو المراجعه الكامل. وقلت خلاص ادينا مستنيين البرو ماكس بتاعي يوصل في اي وقت. البرو ماكس زي ما شفتوا كان المفروض يوصل ما بين يوم 25 ليوم 30، فعدى يوم 25، عدى يوم 26، مفيش اي حاجه. قلت طبيعي تمام، مفيش مشاكل، ممكن يبقى في اخر يومين. لحد ما بقينا 1 اكتوبر ولحد دلوقتي مفيش اي اخبار عن الايفون. ساعتها عرفت ان في مشكله، في حاجه حاصله مش صح. طيب للاسف عندي اخبار مش حلوه. احنا دخلنا في شهر اكتوبر ولحد دلوقتي ما استلمتش 16 برو ماكس بتاعي، وده على عكس كلام ابل. يعني ابل كانت قايله ان هي هتسلمني ما بين يوم 25 ل 30 سبتمبر، ده التاريخ بتاع الاستلام، ولحد دلوقتي ما استلمتش اي حاجه. لحد دلوقتي الموبايل بتاعي كمان هم شخصيا مش عارفين هو فين بالظبط كده، ودي حاجه غريبه. يعني ايه ابل مش عارفه الموبايل اللي هي بعتاه فين دلوقتي؟ بص، دي رابع مره ابل يتواصلوا معايا، والمكالمات كلها تحت بند ان الموبايل تايه مع شركه الشحن. ايه بقى شركه الشحن مش مديني وعد نافع. تايه فين مش عارفين، يعني ننزل ندور معاهم، بس الوضع كما هو عليه. لو في اي ابديتس هبلغك. ده الفويس نوت الاخيره تقريبا اللي بعتها لي قبل ما يبلغني ان احنا خلاص مفيش حاجه عارفين نعملها، وبقالنا كام يوم في الهاسل يوم الشحن نفسه بعت لي قال لي ان هو الموبايل ما وصلش، لان كان يوم 30 سبتمبر المفروض ده اخر يوم. فانا اتصلت بيه اللي هو ها الموبايل فين، الموبايل وصل لك ولا لسه؟ وللاسف مفيش اي حاجه، فاحنا اضطرينا نكنسل الاوردر. ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ بص، انا ابل اخر حاجه ادوها لهم ما ادانيش وعد نافع طبعا، يعني حاجه غير متوقعه تماما. ولكن هم يعملوا انترنال انفستيجيشن كده داخلي، يحققوا يشوفوا الجهاز راح فين وجه منين. وكده يقول لك الشحنه دامجت، اتضررت بقى واتدمرت واتفجرت والهبل ده كله. بس انا زهقت الصراحه وكنسلت الاوردر. ف اتصرف بقى انت بقى، شوف بقى اتصرف تجيب التليفون ايه. كده احنا عرفنا نشتري ال 16 بلس السنه دي بس، ورغم ان انا عرفت اشتري ال 16 برو ماكس، ورغم ان الفلوس اتسحبت من الحساب بتاعي، ولكن للاسف مفيش اي معلومه عن الموبايل بتاعي فين. الموبايل على حسب تواصل هواري مع ابل فضل تايه فتره طويله جدا، فكنسلنا الاوردر. بس انا لازم اتصرف، لازم اشوف طريقه اجيب بيها الموبايل ده برضه. طيب احنا دلوقتي رايحين نجيب 16 برو ماكس من مصر عادي. بما ان الاوردر اتكنسل فالفلوس المفروض هترجع لي كمان شويه، فمفيش حاجه اقدر اعملها قوي. ما اعرفش حد نازل من الامارات قريب، فمضطر اشتري من هنا من مصر.
وبصراحه السعر في مصر ما بقاش مختلف عن الامارات، فيعني تقريبا نفس السعر، فرق بسيط قوي لما تحسب طبعا الفايده اللي هيحطها كريدت كارد او اللي هي الرقم بتاع تحويل العمله. فتمام، خلينا نجيب 16 برو ماكس، احنا كده اتاخرنا كفايه قوي وفعلا محتاجين ان احنا نبتدي نشتغل على المراجعه بتاعته. فضلنا في الموضوع دوت اسبوع، ساعتها خدت قرار ان انا بقيت متاخر جدا ومحتاج ان انا امسك الموبايل. بصيت على سعر الموبايل في السوق المصري وقتها، لقيت ان هو اغلى ستيل من الامارات بس مش اغلى بفرق كبير قوي. وقت تصوير الفيديو دوت على فكره هو بالظبط نفس سعر الامارات. في الاول كنت بفكر ان هيوصل وقت ما يوصل الايفون 16 برو ماكس بتاع ابل وابقى انزله مصر وابيعه هنا، بس لقيت الموضوع مش هيكسبني، بل بالعكس ممكن يخسرني اكتر اصلا، لان الاسعار في مصر بتنزل كل يوم، وحرفيا ممكن تشتريه في مصر دلوقتي بسعر ارخص من الامارات. فكنسلت الاوردر بتاع ابل، ودلوقتي في انتظار ان هو يترد على كريدت كارد. اخيرا بعد كل الدراما ديت، بعد المكالمات ما بيني وما بين الكاستمر سيرفيس، بعد الشحنه اللي ضاعت، بعد ما دفعت فلوس زياده عشان اعرف اوصل للموبايل، يمكن اتاخر حبتين ثلاثه بس هو وصل. واللون احبطني قوي، شكله ذهبي جدا في الحقيقه، يعني كان باين اول لما تم الاعلان عنه لما عملت له بري اوردر ان هو اغمق من كده كتير. بس هنتقبل اللون عشان دوت اللون الجديد، هنتعامل كده كده بكفر. بس المهم ان انا تحصلت على الموبايل وهبتدي اجرب كل المميزات الجديده اللي فيه، الشاشه اللي بدون حواف، الكاميرا بوتون الجديد، الحاجات دي كلها انا فعلا كنت متحمس ان انا اجربها. فبس كده خلينا بقى نبتدي تجربتنا مع الموبايل. هل الموضوع مضايقني؟ طبعا. فكره ان انا بعمل بري اوردر ومنتظر الموبايل بفارغ الصبر، واحد من اول الناس اللي ممكن تمسك الموبايل في العالم وما اعرفش امسكه، دي حاجه زعلتني جدا، خصوصا ان انا شاريه من ابل ستور، انا مش شاريه من موقع اونلاين، مش شاريه من محل زي ما حصل السنه اللي فاتت مشكله مع شرف دي جي، مش حاطط اي وسيط ما بيني وما بين ابل. فازاي ابل تغلط غلطه زي دي؟ ده لحد دلوقتي مش عارفه. المهم انا بعمل فيديو ده لسببين: اولا اشرح لك انا ليه متاخر في المراجعه وليه ما عملتلوش فيديو لحد دلوقتي، وثانيا علشان اقول لك عادي، الغلطات وارد تحصل. ابل اكبر شركه في العالم دلوقتي، والامارات دايما بيبقى مفروض مركز الايفون في الوطن العربي، ومع ذلك ورغم ان انا عملت كل حاجه صح، فالموضوع دوت وقف عليا بخساره، لان حتى لما ابل ترجع الفلوس في الكريدت كارد فانا ضاعت عليا نسبه تحويل البنك بتاع تحويل العمله اترمت على الارض. بس مش مهم، ما دام عرفنا نلاقي حل للموضوع وما دام قدرنا نتصرف، فانا بعتبر اللي فات دوت درس، حاجه اتعلمها علشان اعرف اتصرف ازاي احسن بعد كده. المهم انا بجرب كده الايفون بقالي اكتر من اسبوعين دلوقتي، وبجهز لكم مراجعه جامده جدا عنه، مراجعه مطوله فعلا، استعمال حقيقي للموبايل، لان انا كده كده مش هلحق الهايب او الحماس اللي حاصل جدا للايفون واقعد اعمل لكم انبوكسنج عنه مثلا. فانا الفتره اللي جايه هنقل لك تجربه بجد تستاهل تتشاف، وعشان كده هستنى منك ان انت تدعمني بان انت تدوس على زر لايك وتعمل سبسكرايب للقناه. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.